في مطلع القرن الماضي عاشت روسيا في اضطرابات شديدة. وقتها الحرب اليابانية الروسية كانت بتشهد ملاحم كتيرة، واللي فيها الروس اتهزموا هزيمة قوية. ساعتها كانت في اضطرابات عمالية أبرزها أحداث الأحد الدامي في سنة 1905، واللي تم فيها منع الناس من التظاهرات بالرصاص الحي. روسيا في الفترة دي كانت بتشهد أحداث عنف تانية ضد اليهود، واللي فيها اتقتل الكثير جدا منهم. روسيا كانت بتحاول انها تفرض نظام العيش الريفي والحياة الريفية على اليهود، ولكنهم رفضوا بشدة القيود دي وقالوا احنا مش فلاحين، احنا بنحب التجارة والاعمال الحرفية الحرة عشان نقدر نحقق دخل كبير ونحافظ على مستوى المعيشة. مع الوقت حاول مجموعة اليهود ان هم يعملوا مشاكل وألاعيب اكتر لشق صفوف المواطنين من اجل اتباع نظرية فرق تسد، عشان يحاولوا من خلالها السيطرة على المنطقة بالكامل. المنطقة دي تسمى بروبيجان، واللي اتسمت بجمهورية اليهود المنسية، واللي محدش كتير يعرفها، وتعتبر دولة يهودية كانت في طي الكتمان والنسيان. بيسعى الإعلام اليهودي إلى عدم تطرق الرأي العام ليها مرة تانية، وده بكل قوة لأسباب كتيرة. إيه اللي حصل في الوطن القومي لليهود قبل فلسطين؟ وليه إسرائيل عايزة تكتم على الحقيقة؟ وليه القادة العرب ما قالوش يلا بينا ننقل الناس دي تاني مكانهم الأصلي؟ وفين الحقائق المخفية؟ جهز نفسك لحلقة قوية، وقبل ما نبدأ بنطلب منكم الدعم بلايك وشير وسبسكرايب. أنا محمد فرج، وانتوا دلوقتي هتعرفوا كواليس الحكاية في المراية. يلا بينا نبدأ الحلقة. تعال بقى نحكي ونقول قبل الجمهورية المنسية ايه المحاولة الأولى الفاشلة لوطن قومي لليهود. الأمريكي مردخاي مانويل، وده كان بيعيش في الولايات المتحدة، كان أول من حاول إقامة دولة لليهود. الدولة سماها أرارات في بافالو بولاية نيويورك عام 1825 عشان تكون ملاذ آمن لليهود من كل أنحاء العالم. المكان كان قرب شلالات نياجرا، وحاول ينمي السلالة لحين توافد اليهود ليها من كل أنحاء العالم. فدعا الهنود الحمر للانتقال ليها، لأنه كان شايف من وجهة نظره المحدودة أن سلالة اليهود الحمر تحديدا من سلالة بني إسرائيل الأصليين. بالمناسبة سماها دولة أرارات نسبة إلى جبل أرارات اللي رست عليه سفينة نوح، وده في كلام العهد القديم. والأسباب هنقولها في نهاية الحكاية. فكرة دولته فشلت فشل ذريع، ومحدش من الحاخامات اهتم تماما أنه يروج ليها أو يسمع ليها من الأساس. فين بقى اللي عليها العين والقصد؟ بروبيجان. جمهورية اليهود الأولى بروبيجان تقع جنوب شرق روسيا، لا يعلم بوجودها الأغلبية في العالم. إسرائيل عايزة تكتم الحقيقة وتمنع الإعلام من زيارتها أو التطرق ليها. الجمهورية دي تعتبر الوطن الأول لليهود، ونجح الإعلام اليهودي اللي أسسه مردوخ في إبعاد كل الوسائل عن الحديث عنها، وده لأنها تأسست بشكل نقدر نقول عليه تلقائي من غير ما يحصل أي اغتصاب للأراضي زي اللي بيحصل في فلسطين. السكان في بروبيجان كانوا كلهم من اليهود وعايشين عيشة كويسة جدا وما فيهاش أي مشاكل مع بعض. إيه يا ريس اللي حصل بعد كده؟ في مطلع الثلاثينات شجعت السلطات السوفيتية اليهود على الهجرة نحو بروبيجان، والاتحاد السوفيتي منحهم مبالغ مالية كبيرة مقابل إن هم يروحوا نحو أقصى البلاد. وفي يوم 7 من شهر مايو سنة 1934 أعلن جوزيف ستالين رسميا عن نشأة الأوبلاست اليهودي ذاتي الحكم، وسماه وطنا لليهود، معلنا مدينة بروبيجان عاصمة له. فضلا عن ذلك سمح لليهود القاطنين في المنطقة بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، وأعلنت لغتهم اليديشية لغة رسمية. طب ما تروحوا تعيشوا في وطنكم الأول وتريحونا وتريحوا نفسكم من فضلكم. بروبيجان مساحتها زي سويسرا، وتقدر تستوعب كل أعداد اليهود في الكيان الصهيوني، وقادرة على توطين اليهود في العالم بما فيهم اليهود اللي جوه فلسطين. قادرة على إن هي تجمع شتات اليهود بدلا من اغتصاب أرض فلسطين. الفكرة دي طبعا بتتعارض مع أهداف الصهيونية العالمية والدول الغربية المستفيدة من وجود دولة إسرائيل في الوطن العربي والشرق الأوسط، بسبب وجود إسرائيل القائم على تبادل المنافع في حماية المصالح الغربية والاعتماد عليها للقيام بحروب الوكالة في بعض الأحيان ضد من يهددون مصالح الغرب، وأولهم للأسف
بعض العرب. ازاي الصهيونية خدعت العالم والعرب والمسلمين بعد رحيل اليهود من روسيا؟ يهود أمريكا نفسهم ممثلين في عالم الفيزياء اليهودي أينشتاين والكاتب الأمريكي المعروف جولدبرج فضلوا ينوحوا ويدعوا أن اليهود مشردين ولازم يعيشوا في فلسطين كوطن قومي ليهم، وقدروا أنهم يدخلوا فيها عن طريق بعض التسهيلات من جانب بريطانيا، وده أثناء حكم عبد الحميد الثاني العثماني في فلسطين. الصهيونية العالمية منعت أن يكون بروبيجان وطن قومي لليهود، وأن لازم تكون فلسطين أرض الميعاد هي المكان الأول والأخير بسبب حساسية ظهور جمهورية خاصة باليهود في مكان غير فلسطين. وساعتها الغرب دفع بالعرب والمسلمين للجهاد لتحرير الشيشان، وكان بإمكانهم فعل نفس الشيء للاستقلال عن روسيا وجعلها وطنا بديلا لليهود عن فلسطين. طب ليه إسرائيل بتبعد عيون الإعلام عنها؟ إسرائيل خايفة من طرح الفكرة مرة تانية لإعادة اليهود المقيمين فيها تاني، وده هيكون بمثابة حل سحري من أجل العودة مرة تانية للعيش بأمان وسلام ويسيبوا فلسطين لأهلها مرة تانية، خصوصا إن الثقافات اليهودية لسه هناك لأن هي بمثابة وطنهم الأول، وليهم كمان آثار على الجدران بكتابات الديش ودي لغة يهود أوروبا. ولأن الجانب المخفي في احتلال إسرائيل لفلسطين بيعتمد على الجانب الديني وإن فلسطين أرض الميعاد، وده بعد تجلي قول نتنياهو بأنه هيحقق لأبناء النور اللي هم الإسرائيليين الإصحاح 19 من سفر أشعياء. الأمور أصبحت منكشفة قدام الكل بأن حلم الرحيل مرة أخرى إلى بروبيجان في يوم من الأيام أصبح من ضرب الخيال. طب هل اليهود المعاصرين حاليا من جنس واحد؟ لا طبعا، اليهود الحاليين مش من جنس واحد، دول من أجناس مختلفة وليهم لغات كتيرة بتوصل ل70 لغة، ولكن معظمهم من يهود أوروبا الشرقية ومن عرق الخزر صاحب الأصول التركية القوقازية، ودول منهم اليهود الشرقيين. وبالتالي اليهود مش من أصل سامي، وأجدادهم ما شافوش أرض كنعان من الأساس، وتركيبهم الوراثي أقرب للإغور مش من ذرية سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويشكل يهود الخزر حاليا 90% من يهود العالم، وال10% يهود الأجناس الأخرى زي يهود العرب والأمازيغ والفلاشة والتامل واليهود الصينيين. من الآخر الأصول العرقية لليهود الحاليين مش إسرائيلية، والإسرائيليين أصبحوا قلة ضئيلة بينهم، وبالتالي اليهود الموجودين دلوقتي مخلطين. ومنذ أن حكم الله على اليهود بالتيه في الأرض لما رفضوا دخول الأرض المقدسة وهم مشرذمين في الأرض، فعادوا بعد 40 سنة من العقاب الإلهي عشان يخشوا فلسطين من جديد قبل أن يطردهم من هناك ملك بابل في العراق نبوخذ نصر، وده كان في القرن السادس قبل الميلاد. طردهم شر طرد. يقول المولى تعالى في محكم التنزيل: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هكذا أخبرنا الحق جل وعلا في كتابه العزيز في سورة الأعراف عن حال اليهود بعد ما كتب عليهم التشتت في الأرض في سورة جماعات متفرقة. عايز أقول لك إن إسرائيل قامت على أساس ديني، هم بيسموا الأرض الموعودة أرض الرب كما ورد في سفر يوشع، وبيسموها الأرض المختارة، ويزعمون أن الله أثر بها اليهود واكتفى لنفسه بأورشليم. جاء في إصحاح زكريا: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني ها أنا ذاك آتي وأسكن في وسطك، والرب يرث يهوذا نصيبه من الأرض المقدسة ويختار لنفسه أورشليم. بالمناسبة جولدا مائير روسية الأصل ماركسية العقيدة قالت: لست متدينة ولكن أعلم أنه لولا الدين لاختفينا من الوجود. النهاية قربت، وزي ما قال رب العزة: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب ولا شايفين إيه؟ قولوا لنا في التعليقات رأيكم في حكاية النهاردة، وما تنسوناش في الدعم بلايك وشير وسبسكرايب، ولو بتشوفنا على الفيسبوك يا ريت ما تنسوناش برضو في الشير وتدعي لإخواتنا الفلسطينيين بالنصر إن شاء الله. سلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف خير.